اسمعني، نروح المغرب، احنا نروح المغرب، احنا نروح المغرب، نروح المغرب، نروح المغرب، نرجعوا عنا ومن بعد نشوفوا ولادنا هنا. ديري فيا يلا، ديري فيا يا معلم، دين باباك. مبروك. البوليزاريو تعلن الرجوع للمغرب، وتبون رئيس الجزائر أغمي عليه بعد الخبر. الصين تفاجئ المغرب والجزائر بشأن ملف الصحراء المغربية. الأمم المتحدة تنتظر بفارغ الصبر ثقة هامة جدا من المغرب. كل هذه الأخبار ستعرفونها بالتفاصيل إن شاء الله في هذا الفيديو. قبل التطرق للتفاصيل أتمنى منكم النقر على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد قناتكم بدر نيوز أول بأول. كشف تقرير حديث صادر عن مرصد السياسات الصينية المعني بدراسة السياسة الخارجية لهذا البلد الآسيوي أن سلوك بكين تجاه قضية الصحراء المغربية أصبح أكثر براغماتية، إذ سعت إلى تعزيز علاقتها مع المغرب عبر اتفاقات استراتيجية عدة، ما يوحي بتقارب دبلوماسي مع الموقف المغربي بشأن هذا الملف، خاصة وأن البلدين يتشاركان مبادئ احترام الوحدة الترابية ورفض الانفصال ضمن حوارهما الاستراتيجي. وسجل المرصد ذاته أن جمهورية الصين الشعبية تتبع في المحافل متعددة الأطراف نهجا حذرا ومتوازنا، فهي تمتنع عن استخدام حق النقد الفيتو ضد القرارات الأساسية التي تهم ملف الصحراء، لكنها في المقابل لا تصدر أي تصريحات داعمة لجبهة البوليزاريو الانفصالية، مشيرا إلى امتناعها عن التصويت على القرار الأخير لمجلس الأمن الذي أسقط حل الاستفتاء واعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية الحل الأكثر واقعية واستدامة. وشدد التقرير على أن التحليلات الحديثة تؤكد أن الصين تميل لأسباب اقتصادية وجيوسياسية نحو حل يقوم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بدلا من الاستقلال الكامل، رغم أنها لم تعلن ذلك رسميا، مفسرا هذا الميل باهتمام الصين بالمغرب باعتباره منصة استراتيجية في إفريقيا والمتوسط وبموارد الصحراء الغنية بالفوسفات والمعادن النادرة، ولذلك تفضل بكين الاستقرار الإقليمي كشرط لضمان استثماراتها. وفي سياق ذي صلة أكد المرصد أن امتناع الصين عن التصويت على القرار الأممي الصادر في 31 من أكتوبر 2025 يعني أنها لم تعارض المبادرة الداعمة للخطة المغربية، بل سمحت بمرورها من دون أن تؤيدها بحماس أو بلا تحفظ. وأوضح أن العلاقات بين المغرب والصين شهدت تطورا كبيرا لتصبح استراتيجية وعملية تتجاوز الطابع الدبلوماسي الرمزي، فبكين تعتبر المغرب شريكا رئيسيا وبوابة نحو إفريقيا وأوروبا، مركزا صناعيا ولوجستيا وحليفا موثوقا، مشيرا إلى توقيع البلدين اتفاق شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد عام 2016، ما رفع من مستوى العلاقة إلى ما هو أعمق من التعاون التجاري فقط. وخلص مرصد السياسة الصينية إلى أن الموقف الصيني من قضية الصحراء يبدو عمليا منحازا لحل يضمن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، أي الاستقرار دون استقلال كامل في المدى القريب، معتبرا أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن يمثل نقطة تحول واضحة، إذ غير التوازن الاستراتيجي الذي كانت الصين تحافظ عليه في موقفها من النزاع حول الصحراء. ويمكن تفسير هذا التحول وإن لم يعلن رسميا في سياق مصالحها الاقتصادية والدبلوماسية الواسعة في المغرب ومنطقة المغرب الكبير. وفي خبر آخر، أكد ستيفان دي ميستور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية أنه ينتظر بفارغ الصبر تلقي نسخة محدثة من خطة الحكم الذاتي المغربية التي ستشكل أساسا للمفاوضات حول مستقبل المنطقة المتنازع عليها. كان مجلس الأمن يدعو حتى الآن المغرب والبوليزاريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ سنة 2019 للتوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الطرفين.
لكن مشروع القرار الأمريكي الذي أقر يوم الجمعة الفائت يتبنى موقفا مؤيدا لخطة الرباط المقدمة عام 2007، وتنص هذه الخطة على منح الإقليم ومنطقة غنية بالفوسفات وذو مياه بحرية غنية بالثروة السمكية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية. يرى النص أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية قد يمثل الحل الأمثل، ويدعو الأمم المتحدة إلى إجراء مفاوضات على هذا الأساس. واعتبر ستافان دي ميستورا المعروف بقلة تصريحاته العلنية خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو أن هذا القرار مهم لأنه يظهر عزما دوليا جديدا وإصرارا على حل هذا النزاع المستمر منذ 50 عاما. وقال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية: ننتظر الآن بفارغ الصبر خطة المغرب المفصلة والمحدثة للحكم الذاتي. وأوضح المسؤول الأممي عينه أنه سيطلب أيضا من جميع الأطراف تقديم مقترحات لتمكين الأمم المتحدة من وضع برنامج مناقشات مباشرة أو غير مباشرة في حال دعت الحاجة. وأكد دي ميستورا أيضا أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن وأشادت به الرباط واصفة إياه بالتاريخية يرسي إطارا يستند إلى الخطة المغربية، لكنه لا يحدد أي نتيجة للمفاوضات. وأضاف المتحدث سالف الذكر: دعونا نذكر الجميع بأن الانخراط في المفاوضات لا يعني بالضرورة قبول نتيجتها، المهم هو المشاركة. وفي خبر آخر، أكد مصطفى بو القيادي السابق في جبهة البوليزاريو وسفير المغرب السابق بعدد من الدول الإفريقية أن تقرير المصير لا يعني تقسيم الدول أو خلق كيانات جديدة، فالعالم تغير والمغرب يمد يده دائما للجزائر، مثمنا بقوة مضامين الخطاب الملكي ليوم 31 من أكتوبر 2025. وقال بو خلال فعالية ندوة وطنية نظمها عشية الذكرى الخمسينية للمسيرة الخضراء حزب التجمع الوطني للأحرار بمقره المركزي في الرباط حول موضوع القرار التاريخي لمجلس الأمن، تأكيدا لمغربية الصحراء وتأييد دولي لمشروع الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية: إن العفو عند المقدرة من شيم الكبار، ذلك ما فعله جلالة الملك، حيث وجه نداء واضحا إلى إخواننا في تندوف قائلا: داركم. وأضاف القيادي السابق بالجبهة الانفصالية: وأنا بدوري أقول لهم لا تفوتوا القطار والتحقوا بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لأن المستقبل هنا ولا تبقوا في رصيف تندوف. اسمعني، نروح المغرب، نروح المغرب، نروح المغرب، نروح المغرب، نروح المغرب. تاكلوا عنا ومن بعد تاكلوا ولادنا هنا، مدافعين عنهم تاكلوا ولادنا هنا بنبرد. كاتلين خويا، كاتلين خويا هنا. ديري في اسمع، ديري فيا يلا، ديري فيا يا معلم. دين باباك نلعبوهم قاصين باغيين يكسونا هون، كاتلين خوتنا هون، كاتلين خوتنا هون يلعن الولد. وأورد المتحدث خلال مداخلة له خلال الندوة ذاتها نال التفاعل وتصفيقات الحاضرين أن الملك الراحل الحسن الثاني كان قد قال بعد المسيرة الخضراء: حررنا الصحراء لكن دون أن نحصل على شهادة أو سند الملكية أو الرسم العقاري، لافتا إلى أن الملك محمد السادس اليوم بفضل حكمته وتبصره وبعد نظره الدبلوماسي تمكن من الحصول على هذه الشهادة، والنزاع المفتعل قد انتهى من زاوية السيادة. وفي رد مباشر استرسل مصطفى بو المعروف بلقب البرزاني بقوله: من يزعم أن القرار 2797 شابته ثغرات إنما يرضي نفسه فقط، مشيرا إلى أن الفقرات التي يعتبرها البعض نقاط ضعف هي في الأصل ضد خصوم الوحدة الترابية، ذلك أن تقرير المصير كما يتصورونه قد انتهى، والحكم الذاتي هو الشكل الحقيقي لتقرير المصير. وأضاف المسؤول الدبلوماسي السابق في دول أنغولا والكاميرون
أن المبعوث الأممي لم يتحدث عن تنظيم استفتاء، وما يؤكد أن هذا الخيار تم تجاوزه نهائيا في إطار الشرعية الأممية. ولم يتوانى بو في نعت القرار الأممي بالعظيم، وقال: هو لا يشفي غليلنا فقط، بل يمثل سلاحا دبلوماسيا قويا سيستعمل في مواجهة الكثير من الدول، والمغرب مسلح بشرعية أممية لا لبس فيها، كما أن التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة تقنع القاضي والداني. وختم مصطفى بو بأن الانتصار ترجم اليوم في غياب أي كلمة مسيئة للمغرب داخل الاتحاد الإفريقي، مستدلا بكونه شاهدا على تحول كبير في مواقف دول كانت معادية للوحدة الترابية مثل أنغولا ونيجيريا، حينما كان قد عمل بها دبلوماسيا. إلى هنا أقول لكم دمتم في أمان الله وحفظه، إلى فيديو قادم بإذن الرحمن.